السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد أنك بالنقر على هذا الفيديو والدخول إلى هذه القناة أنت مهتم بما نقدم. إذا كنت ترى أن هذا المحتوى ذو فائدة ما عليك سوى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بباقي الفيديوهات. بالفيديو انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد تفتيش بعثة شبيبة القبائل في مطار الجزائر بعد عودتهم من المغرب، ويكتشفون مفاجأة هزت العالم في شنطة أحد اللاعبين والدراج ينفجر على الهواء. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن المغرب أفضل وأجمل بلد في العالم، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. عادت بعثة شبيبة القبائل اليوم إلى الجزائر، وذلك بعد حضورهم للمغرب من أجل مباراتهم مع نادي الوداد المغربي، والتي انتهت بفوز ساحق للنادي المغربي. وقد خضع لاعبي الشبيبة لتفتيش بعد وصولهم لمطار الجزائر، لكن ما هز العالم هو ما وجدوه داخل شنطة أحد لاعبي شبيبة القبائل، حيث وجدوها ممتلئة ببعض الأصناف من الحلويات والأطباق المغربية اللذيذة. وقال اللاعب أنه لم يستطع مقاومة لذة هذه الأطباق المغربية الساحرة، وأحضر معه بعضا منها لعائلته. وقد جن جنون الإعلام الجزائري بعد هذه الواقعة، حيث أدلى المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي بتصريح للإذاعة الجزائرية وقال: فضحتونا وصغرتوا بنا كجزائريين أمام المغاربة، لكم الله، وكأن الجزائر ليس فيها أكل. ولماذا أصلا على السلطات الجزائرية تفتيش حقائب البعثة بهذه الطريقة، أو على الأقل تتستر على هذه الفضيحة التي وجدوها في شنطة هذا اللاعب؟ المغاربة يكرهون الجزائر بشدة، ولا يريدون سوى الفرصة للاستهزاء بنا كجزائريين. نحن لسنا في بلد المجاعة، فالجزائر بخيراتها الحمد لله، ولدينا أفضل المأكولات والحلويات. لما كل هذه الفضيحة؟ أن تملأ حقيبتك بالأكل المغربي بحجة أنه أعجب، وأصلا كل المأكولات المغربية مسروقة من الجزائر. ثم انصرف الدراج غاضبا. وفي النهاية، إذا كنت ضد كلام الدراج وتفتخر بوطنك المغربي